اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله روتين جديد يا رب يعجبكم، بما ان النهاردة الجمعة جوزي اجازة، وانتم متعودين معايا ان يوم الجمعة لازم جوزي يشتغل حاجة في الارض عنده. الاسبوع اللي فات يوم الجمعة اللي فاتت بدأ ان هو يعزق الارض، والنهاردة بدأ ان هو يقسمها كده زي احواض علشان يزرع فيها. النهاردة زرع عزقها الاول تاني، هو كان عزقها اول مرة، فاللي هو سوى الارض او اللي هو الطين اللي هو الكتل بال كسرها علشان يسوي بيها الارض، وعمل زي صنيف كده اللي هو المكان العالي ده عن مستوى الارض شوية علشان يزرع فيها جرجير وخضرة وفجل وبقدونس. بعد ما عزقها كويس، اللي هتشوفوه معايا ده كده في الورقة ده فجل وبقدونس وخضرة. هو بيترش كده وبعد كده بيفتح عليه المية، وبعد 3 ايام 4 ايام بيبدأ ان هو ينبت. وان شاء الله بإذن الله هتابعكم بالتفصيل ازاي بينبت وازاي بيكبر معانا بإذن واحد احد. عايزه اقول لكم ان ربنا يخليكم ليا، وشكرا على تعليقاتكم الجميله اللي بتقولوا لي فيها كملي يا اسماء وخليكي معانا واني كلامكم ده بيخلي فيه بريق امل ان انا اكمل، وان انا ما بعدش عن القناه. الله المستعان، انا هعمل اللي عليا وهنزل الفيديوهات اللي موجوده في بيتي وفي حياتي من غير تزويق، من غير رتوش، من غير اي حاجه. ولو ربنا كاتب لي فيها رزق هيكون لي فيها رزق، لو ربنا كاتب لي ان انا اكمل اكيد هكمل. كنت عايزه اقول لكم انا باذن الله باقي الارض دي هتتزرع، هيزرع كرنب وهيزرع قرنبيط، وان شاء الله باذن الله هنزرع باذنجان، هنزرع ملوخيه. هو المفروض كنا احنا بنزرع توم وبصل، بس مش في الجنينه اللي ورا البيت، لا احنا في مكان تاني بنزرع فيه توم وبصل. بس المره دي جوزي زرع موز في الارض، فطبعا الموز بيضلل على الزرع والثوم والبصل عايزين شمس، اهم حاجه الشمس. فعلشان كده ما زرعناش توم وبصل السنه دي ان شاء الله كده، الله المستعان. وباذن الله باذن الله لو ربنا احيانا هنشتري توم وبصل باذن الله. عايزه اقول لكم كمان خلوا بالكم من اولادكم اليومين دول، الاولاد كلها تعبانه. يعني انا عندي اولادي الثلاثه ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، تعبانين. الكحه الزياده طبعا، تغيير الجو، على ان بيقولوا في فيروس جديد، الله اعلم بقى. ده الطبيعي بتاع الفتره دي ان الاولاد دايما بيتعبوا، طالعين من جو دافي الجو برد كده مره واحده. المدارس طبعا بيصحوا الصبح بدري خالص، بيركبوا مواصلات وتكاتك وعربيات، وخصوصا التكاتك بتكون مفتوحة ومكشوفة على الآخر، والأطفال بيكونوا دافيانين تحت البطاطين، بيقوموا بيتشطفوا وبيلبسوا بيطلعوا في الهواء على طول. بيدخلوا الجو برا في الشارع بيكون برد، بيدخلوا الفصول بعد كده بيكون حر خالص، بيطلعوا من الفصول برضو بيكون برد. فربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم جميعا. حاولوا ان انتوا كل يوم الصبح قبل ما تخرجوا اولادكم، العسل النحل جميل جدا جدا. لو اولادكم ما بيحبوش اليانسون او المشروبات الدافيه دي، يعني انا مثلا دلوقتي العسل النحل بستخدمه مكان السكر في كل حاجه. يعني مثلا لو عملت لهم كوبايه شاي بلبن الصبح لازم احليها بعسل نحل. عسل النحل جميل جدا، بيطرد الكحه، بيرفع المناعه. فربنا يا رب يبارك لنا في اولادنا يا رب، ويشفيهم ويعافيهم يا رب، ويعدي الشتاء وكل الشتاء على خير. يعني كل ما الاولاد بتكبر شويه بنحمد ربنا ان مناعتهم بتبدا تزيد وبيبداوا يتحملوا التعب شويه، فالله المستعان. الشتاء جميل والصيف جميل وكل ايام ربنا جميله، بس احنا بس بنخاف من الشتاء شويه علشان ادوار التعب اللي بتكون ماسكه في اولادنا طول الوقت. عايزه اقول لكم كملوا روتين معايا، وان شاء الله باذن الله الروتين هيعجبكم جدا جدا. بنوع لكم شويه في الجنينه شويه في البيت، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه هتكون جميله جدا. بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك، يا ريت يا ريت اللايك ده اساسي. اول كده ما تدخلي الفيديو وتسمعي الفيديو اضغطي على اللايك، مش هتخسري حاجه لو الفيديو عجبك، بس اكيد طبعا لو الفيديو مش عجبك ما تضغطيش. دي كده شويه طلبات بسيطه جابها جوزي، بدنجان وبطاطس. طبعا اسعار كالعاده معرفش، بس كيلو البطاطس ب10 جنيه، يعني اللي اعرفه كيلو ونص طماطم ب10. يا رب كده البطاطس ترخص شويه علشان نقدر نخزن شويه بدل ما هي سعرها غالي كده.
البدنجان الكبير ده بجيبه علشان بنشويه، والصغير ده بنقليه. تمام. عايزه اجيب برضو شويه بدنجان اللي هو بتاع السلق ده، اللي هو المخلل، بيكون طعمه جميل جدا. والايام دي يعني البدنجان زي ما انتم شايفينه ما شاء الله عليه، يعني زي الفل. بطاطس كمان، بطاطس بطينها كده، بطاطس فلاحي، يعني ايه، طالعه من الارض على طول، دي بتكون طعمها جميل جدا في الاكل. بما ان النهارده الجمعه، وانتوا عارفين ان يوم الجمعه ده يعني ايه، ما شاء الله بنتجمع كده كلنا مع بعضنا، فبنعمل اكل شعبي كده اللي هو ايه، اكل على روقان علشان نتجمع كلنا ونفطر. هنا كده كان عندي بدنجانيه، دي بدنجانيه قديمه، جبتها كده وقطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها ملح بس علشان ما تشربش معايا زيت كتير. وهنا ده طبق سلطه، الخضره دي انا لسه مطلعاها من الفريزر زي ما انتوا شايفين معايا، خضره وجميله وزي الفل. ودي علبة جبنة، طلع منها برضو في طبق كده على طماطمية وقطعها وحتة زيت. وده كده خلطة انا بعملها، ملح وشطة وكمون وكزبرة ناشفة، بحيق بيها السلطة والبدنجان وكده. وده العيش كده علشان اسخنه، ده البدنجان اللي جبناه. بصوا دي بدنجانية قديمة، انا لما باخد كده الكمية اللي انا عايزاها الفايض بحطه في كيس كده وبشيله، بيقعد معايا زي الفل وما بيحصلوش اي حاجة. ودي البطاطس. بصوا بيني وبينكم ده بايه، دي علبة نوتيلا. انا دايما السكر بيوطى عندي، فبعمل ايه، باخدها كده وطول ما انا قاعده بالمعلقه، انا بصوا انا بعشق حاجه اسمها شوكولاته. اديني شوكولاته وقهوه كده وتلاقوني ايه، تلاقوني ال 24 ساعه انا ممكن اشرب قهوه وشوكولاته. فانا حطها جنبي كده، بصوا يعني يعتبر تلتينها كده انا اللي واكلاها. وطول ما انا قاعده كده وايه واقفه كده في المطبخ، اطلع بالمعلقه واكل منها. وهنا بقى ده بطاطس، انا حطيت عليها ملح وفلفل اسفه، ملح وكمون وسنه كزبره ناشفه علشان نسلقها، علشان بعد ما اسلقها بحمرها، احنا بنحبها كده اكتر. وهحط الطاسه كده تسخن على البوتاجاز، وهقلي فيها البدنجان، وهعمل طبق سلطه، وهحط جبنه، وهسخن العيش، وهيكون معانا احلى فطار. المهم اللمه الحلوه، المهم الحب والرضا اللي بيكون في قلوبنا. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. هنا كده عملت طبق سلطة زي الفل، بس حطيت الليمون ده عندي مفرز كده في الفريزر، خرجته وحطيته في شوية مية علشان يطرى معايا شوية، واحط على اعصر على السلطة وكمان على البدنجان. هنا كده حطيت الزيت غلي معايا، وغسلت البدنجان كويس مكان الملح. هنا كده خلاص خلصت البدنجان قلي، وبعد كده حطيت البطاطس اللي كنت بسلقها، وكمان سخنت العيش وحطيت الجبنه في طبق، وعملت السلطه وعصرت عليها ليمون. وده طبق كده بخليه جنب الاكل لو الاكل عايز ملح او حاجه للي حابب. ده كده فطارنا السهل البسيط، الحمد لله كده فضل ونعمه من ربنا، يا رب يدومها علينا نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. ده غدانا كده النهارده. شفتوا اللحمه المفرومه معايا امبارح، ده نص كيلو لحمه مفرومه،
وطبق هنا بشرت بصلايه كده كبيره، ودي مرقه دجاج وملح وشطه وفلفل اسود. انا ما بحطش اكتر من كده حاجه على الكفته. هخلط دول كده مع دول وهعجنهم كويس جدا. انا معظم الوقت بعمله ببقسماط وبحب احط له خضره جدا، بس عندي ابني الكبير ما بيحبش الكفته بالخضره، فانا علشان كده بستثنيها مع ان طعمها بيكون جميل جدا. فاحاول كده من وراه كده ابشر حاجه بسيطه خالص بحيث ان طعمها ما تبانش ان فيها كفته. بحط كمان سنه بيكنج باودر كده حطيتها هنا، وهعجنهم كويس خالص خالص، وبعد كده هبدا اصبعهم وان شاء الله كل حاجه نشوفها مع بعض. ضفت هنا كده سنه خضره، حاجه بسيطه جدا كده، حاجه لا تذكر بس علشان تطعم معايا الكفته. حطيت كده اللحمه المفرومه معايا، وهبدا ان انا ادعكهم في بعض كويس جدا. سنه البيكنج باودر اللي بتحطيها بتخلي معاكي الكفته هشه كده ومفرغه من جوه زي الفل. طبعا في ناس بتحط 7 بهارات، في ناس بتحط توابل تانية، بس يعني انا بحس ان كل ما التوابل بتكون قليلة في الاكل كل ما تديها طعم اجمل. انا بالنسبة لي اكتر حاجة محتاجة ان يتحط لها توابل كتيرة هي الفراخ، سواء الفراخ المشوية سواء الفراخ المحمرة كده، لكن اللحوم والاسماك والحاجات دي لا، كل ما توابلها. يعني انا عندي اساسي في السمك كزبرة، كمون، ملح، شطة بس. برضو في اللحمة ملح وفلفل اسود وشطة بس. لكن الفراخ ماشي، الفراخ بقى ايه عشان بيكون فيها كده سن الزفارة مهما غسلتيها، حط بقى ايه براحتك اللي انت عايزاه. برضو لو عايزة الصباع مسمغ اكتر من كده ومش موجود عندك بقسماط، ممكن تحطي معلقه نشا برضو كده بيكون متماسك وزي الفل. وبرضو بالطريقه دي بيكون متماسك معايا وما بيفكش وبيكون كويس جدا. طبعا كميه الكفته كلها اللي عندي، انا عملت الصباع كده تخين شويه علشان طبعا انتوا عارفين ان اللحمه بتكش. هنا كده سبت الرز يستوي وحمرت الكفته، وهنا عملت تغبيعه كده طماطم قطعتها كده، ومكان ما كنت بقلي الكفته سبت الطماطم تسبك كويس خالص، وبعد كده انزل عليها الكفته ويكون الحمد لله كده. ده غدانا النهارده فضل ونعم من ربنا.